يا مساء الورد والفل والياسمين على قلوبكم، عاملين ايه يا اجمل اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا في احسن حال. تعالوا بقى كده نشوف الغدا النهارده ايه. هو حاجه كده جميله ومختلفه، عاملين اللي هي الطاسه، اللي هي حوايج العيد، اللي هي الفشه والكبده والقلب والحاجات الجميله دي. تعالوا نشوف بقى كده عاملينها ازاي. معايا الفشه اهي، هي لونها متغير، مش لونها بينك ولا حاجه. علشان ايه؟ علشان انا غليت ميه وحطيتها فيها. انا بحب اعمل الحركه دي عشان تنزل لو فيها اي زفاره، لو فيها اي دم زياده. بحطها في ميه مغليه واقوم ايه مصفيها في مصفى وشطفها شطفه سريعه. وارجع بقى كده يوم حطها في حله وحط عليها معلقتين من الدهن، واحط عليها بقى البهارات بتاعتها، كمون وكزبره وفلفل اسمر وملح وورق لوري عشان يخلي ريحتها حلوه، ومكعب من الماجي والسبع بهارات. ولو عندك اي بهارات مشكله بتاعت لحمه بحطها بضيفها عليها، بتديها بردك طعم كويس زي ما انتوا شايفين كده. واسيبها ايه تتشوح كده تشويحتين مع بعض، وارجع بقى اضيف لها الفلفل الاخضر. وهنا بقى كان معايا كده كميه من الطماطم، قلت ايه اسبكها، يعني الغدا خفيف النهارده، قلت اسبك ايه كميه الطماطم اللي عندي في التلاجة دي. لميتها كلها، كانت ماما ربنا يبارك لها كانت جايباها من السوق محطوطه في التلاجة، فخفت بقى لا تبوظ، يعني كميه كبيره وكده، قلت ايه اعملها معاكم. ضربت كده البصل في الكبه. هعملها صلصه بالبصل عادي، مش هسبكها طماطم بس كده، لا، عشان هحتاجها في اي وقت، مكرونه لصلصه محشي لمسقعه، اي حاجه تبقى جاهزه معايا. جبت كده حله ونزلت عليها بزيت، وهم جايبه البصل اللي انا عاملاه في الكبه ده ونازله عليه الصلصه العاديه اللي كلنا عارفينها. وانا بضرب معاها فلفل حامي كده، علشان ايه لو مكرونه لو صلصه محشي بيبقى طعمه جميل فيها. بضرب مع الطماطم يعني مش مع البصل. هقلب لغايه ما تحمر البصله. انا بحب احمرها زي ما انتوا عارفين، ما بحبهاش صفرة، علشان الصلصه بتاعتي تبقى لونها كده احمر وجميل، ما تبقاش باهته. ادي كميه البصل وضفت لها شويه زيت كمان عشان كانت ناشفه. هتتحمر واقوم ضاربه الطماطم في الخلاط ونازله عليها بالبصل، واسيبها بقى تتسبك مع نفسها. ونرجع بقى نشوف الغدا بتاعنا. هنا كده كانت اتشوحت تشويحتين 3 مع بعض الفشة. هنزل عليها بالفلفل الأخضر سبايسي كده مع بارد، مش كله طبعا سبايسي. حطيت لها مكعب من الدهنة تاني عشان لقيتها ناشفة. ما بحبش اعملها مع الكبدة والقلب علشان الولاد ايه ما بيحبوهاش، فبعمل ده لوحده وده لوحده. انما طبعا معظم الناس بتعمل ايه الطاسة دي كلها مع بعض، احنا بنسميها الطاسة اللي هي الحوايج بتاعت ايه الجاموسة او العجل وكده. معايا هنا كده القلب مع الكبدة، انا كنت مصفياهم خالص. هنزل عليهم في حلة، ونفس البهارات اللي حطيتها على الفشة هحطهم عليها، فلفل اسمر والسبع بهارات وكزبرة وكمون وشوية من الملح. ولو عندك بهارات لحمة او بهارات كبدة تنزلي عليها. بشوحها بردك كده واقوم نازلة عليها بالفلفل الاخضر. كان طعمهم ما شاء الله جميل جدا. ما بضيفش بقى ولا بصل ولا توم ولا الكلام ده كله، هي ايه متشوحة بالفلفل الاخضر والبهارات دي بس. وبعمل جنبها كده شوية رز. في ناس بتحب الكبدة والحاجات دي مع المكرونة، احنا بنحبها مع الرز. اعمل جنبها شوية رز كده بشعرية، احمر الشعرية خليها توصل للون الذهبي، واقوم نازلة عليها بالرز. وطبعا في اللي بيحب ياكلها بالعيش كده عادي والطحينة، بس احنا عشان الولاد وكده بنحب ناكلها بالرز. واعمل جنبها شوية سلطة خضراء. والسلطة اهي شكلها يفتح النفس للأكل. ده كان غدانا النهاردة سهل وسريع وتجديد. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك، وتكتبوا لنا تعليق حلو كده منكم. واللي ما اشتركش في القناة يعمل اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد.